جولة صباحية لتوقعات الأسواق العربية، كل ذلك في قبل التداول يوميا على راديو مباشر. هذا البرنامج برعاية الوسيط المباشر www.mubashirtrade.com.eg. مستمعينا، أسعد الله صباحكم بكل الخير. هذه حلقة جديدة من قبل التداول للسوق المصرية، معكم محمود ربيعي، ونتابع في هذه الحلقة توقعات الخبراء لأداء السوق في جلسة اليوم. ومعنا الآن على الهاتف الأستاذ محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار. أستاذ محسن، بعد التحية إليك، ما هي توقعاتك لأداء البورصة المصرية خلال جلسة اليوم؟ حتى نهاية الأسبوع قد يكون هناك اتجاها عرضيا بالنسبة للدولات. أتمنى أن يكون هناك بعض النقاط تصحيحية بعد التراجعات اللي كان شايفها الأسهم خلال الجلستين الماضيتين. أبصار كذلك أن السيولة قد لا تكون مرشحة للارتفاع بصورة كبيرة، ولكنها قد تتحسن عن مستوياتها الميزانية اللي شهدناها خلال جلستي أمس واليوم. أبصار كذلك أن الدولات قد تاخذ شكل انتقائي تجميعي، وهيكون هناك تناسق للسيولة بين الأسهم القيادية والأسهم المتوسطة والصغيرة. أبصار المشاهير الشرائية للمؤسسات المحلية المصرية قد ترتفع نسبيا خلال الجلسات القليله القادمه، واتصور ان السوق اصبح اكثر تهيئه مما كان عليه فترات سابقه بالنسبه لاي انباء ايجابيه قد تظهر. اي عنصر ايجابي او اي خبر ايجابي السوق هيتفاعل معه بشكل قوي خلال هذه الفتره، وهو عنصر يمكن الاستفاده منه في تحقيق استندات تصحيحيه جديده، خاصه من نطاق العرض الضيق اللي يسير فيه السوق خلال الفتره الحاليه. مع الاسف بيتسبب في نوع من انواع الانكماش في القوى الشرائيه والزياده في الحظر الاستثماري لدى المتعاملين، مع ضآلة في العمق الاستثماري لقدرات السوق على الاستيعاب اي ضغوط بيعيه خلال الفتره الحاليه. ولكن مع الانباء الايجابيه هيتحقق الامر، وهيكون هناك نوع من انواع التحول في الحسابات الشرائيه ان شاء الله. نعم، الأستاذ محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفا علينا في راديو مباشر. مستمعينا، ما زلنا مستمرين معكم في حلقة قبل التداول للسوق المصرية، ومعنا الآن على الهاتف الأستاذ محمد جاب الله، خبير أسواق المال. بداية أستاذ محمد، أهلا بك معنا في راديو مباشر. أهلا بك. يعني أستاذ محمد، لو تحدثنا عن المؤشر خلال جلسة الاثنين، لعله أغلق باللون الأحمر عند مستوى 5215 نقطة، فبداية ما تعليقك على أداء المؤشر بهذا الإغلاق، وما هي توقعاتك لأداء المؤشر والبورصة بوجه عام خلال جلسة الثلاثاء؟ بنتكلم على جلسة النهاردة كده سريعا. السوق النهاردة قفل المؤشر الرئيسي بتاعه ب 5215، فقط حوالي 38 نقطة. الأداء كان غالب عليه الطابع البيعي أو سيطرة الدببة أغلب الوقت، وإن كان الأداء يميل إلى الاتجاه العربي. الحقيقة إحنا كنا كسرنا خط الاتجاه العام للسوق من حوالي جلستين بالظبط، واستمرينا في الأداء العربي. احنا بكرة ان شاء الله اتوقع ان هي هتقابلنا منطقة دعم مهمة جدا للمؤشر، وربما تكون الفرصة الأخيرة للتماسك. منطقة 5200 5180 تقريبا بتقابلنا دعم تاريخي عند منطقة 5205، وبيقابلنا برضه في نفس التوقيت دعم متحرك اللي هو المتوسط المرجح قصير الأجل اللي هو بيقيس 14 يوم. أعتقد إن إحنا ممكن نشوف من عنده ارتدادة توصلنا تاني لغاية مستوى 5290 تقريبا، لإعادة اختبار المقاومة التاريخية اللي السوق حاول معاها حوالي 4 أو 5 جلسات متتالية في اختراقها وفشل، اللي هي منطقة 5300. نعم. أنا متوقعش اختراقها بكرة بأي حال من الأحوال، لأن السوق في ضعف واضح جدا في أحجام التداول، واختراق المقاومات عشان أقدر أعتمده إن هو اختراق لازم تزيد أحجام التداول عن متوسطها، فلازم الفوليوم ما يقلش عن 400 مليون جنيه بأي حال من الأحوال. نعم، لكن لو تحدثنا بوجه عام أستاذ محمد عن الأداء العرضي الذي يسيطر على البورصة المصرية، إلى أي مدى سيستمر هذا الأداء؟ طول ما احنا الأمور فيها ضبابية شوية من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية، احنا كل يوم بنشوف الأخبار السياسية فيها شيء من الغموض إلى حد كبير. عدم وضوح الرؤية
الاخبار عن موضوع الضرائب. كل ده بيؤدي الى ان احنا نفضل في الاداء العربي فتره طويله، واتمنى ان احنا نستمر فيه، لان هو السوق اميل في الوقت الحالي للهبوط اكثر منه للصعود. احنا كنا تخلصنا من الاداء العربي ده في جلسه يوم 11/4 يوم اخترقنا المقاومه اللي هي بتاعت منطقه 5205، ودخلنا بعد يعني احنا كنا في الاول ماشيين في اتجاه هابط قصير الاجل من فتره قعدنا حوالي فيها شهر ونص او شهرين. بجلسه 11/4 تحول الاداء العربي او الاتجاه العربي في السوق قصير الاجل الى الاتجاه العربي مره اخرى. اتمنى ان احنا نثبت عند منطقه ال 5200 لغايه مستوى ال 580 590 عشان نظل في الاتجاه العربي ونتحول بعديه الى الاتجاه الصاعد. الاتجاه الصاعد مش هيتاتى الا بوضوح الرؤيه في المواضيع المعلقه الكثيره امام هيئه الرقابه الماليه من زي ما قلت لحضرتك صفقه هرمس، صندوق النقد الدولي، استقرار سعر الدولار الى حد كبير. كل ده ممكن يساعد ان احنا نخترق مستوى 5300. غير كده هنفضل في الاداء العرضي ده، واتمنى ان احنا نفضل عليه وما نرجعش تاني للاداء او الاتجاه الهابط. نعم، في النهايه الاستاذ محمد جاب الله خبير اسواق المال، اشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفا علينا في راديو مباشر. شكرا. إلى هنا مستمعين تكون قد انتهت هذه الحلقة من قبل التداول للسوق المصرية، كان معكم فيها محمود ربيعي، وإلى أن نلتقي دمتم في أمان الله ورعايته. جولة صباحية لتوقعات الأسواق العربية، كل ذلك في قبل التداول يوميا على راديو مباشر.